ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هيبقى يوم مميز. ليه بقى؟ عشان النهارده اللهم صل على النبي هعمل كميه رز بلبن عشان خاطر عيد ميلاد صاصه ابن حبيبي. ثواني يا صاصه، ثواني عشان خاطر صاصة. ايوه صاصة. ايوه عيد ميلاد صاصه. فانا ايه هعمل رز بلبن. صاصة. صاصة. خلاص بقى، ايوه عرفنا ان انت صاصه. صاصة. فجبت طلعت الحله الكبيره زي ما انتم شايفين كده، هغلي فيها كل اللبن. تمام. ثواني يا صلصه. وجبت المعالق. ثواني يا حبيبي، ماشي اسكت بقى. وجبت الاطباق. استنى اما اوريكم شكل الاطباق اللي انا بعمل فيها رز بلبن دايما. دي صاصة. صاصة. حلوه وبتاخد كميه حلوه. صاصة. 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 بس صاصة. كده. جبت 150 طبق و150 معلقه. ثواني يا صاصه. و150 معلقه. تمام. وبقيه الاطباق فمين بقى اللي هتعملي الرز بلبن؟ حماتي، ربنا يا رب يخليها ليا ويطول في عمرها. هي اللي دايما بتعمل الرز بلبن لمصطفى. ربنا يديمها نعمه في حياتي يا رب، ويطول في عمرها ويخليها لينا يا رب، وتسلم ايدها على كل حاجه بتعملها حلوه معانا. فهبدأ بقى دلوقتي ايه اظبط الدنيا واحضر الحاجات. فهنحضرها مع بعض. تعالوا شوفوا انا جبت ايه ونعمله مع بعض. تعالوا اما اوريكم بقى ايه جبت ايه من عند عطارة الديب. هي راحت فين؟ ده لبن بودرة. جبت ربع كيلو لبن بودرة، وربع كيلو نشا، وربع كيلو كريم شانتيه. تمام. نشا، كريم شانتيه، لبن بودرة. تمام. وجبت فانيليا. دي المقادير. والرز واللبن هيجيلنا على الساعة 9 او الساعة 10. تمام. خلاص وريت لكم العلب ووريت لكم الحله. تعالى بقى اوريكم ايه المقادير. معايا هنا كيلو ونص رز، هنا كيلو، وهنا ايه نص. هغسلهم كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هنقعهم، وبعد كده ايه اسيبهم كده ايه في حوالي خلال ساعتين. تمام. يعني زي ما قلت لكم هنا كيلو وهنا نص. هنقعهم كويس جدا واسيبهم لحد اما ايه اما اجيب اللبن. انا موصيه على اللبن هيجيلي على الساعه كام؟ 9 10، علشان انا هعمل الرز بلبن بالليل، مش هعمله دلوقتي. فانا بوريكم ايه المقادير وبوريكم خطوه خطوه اما عقبال نيجي نعمله. تمام. وجبت المقادير. ثواني هوريها لكم، استنى. دي بقى تالت حله. ادي بنسلق الرز وبنغلي 5 كيلو لبن، مستنيه يغلي، واوريدي اصلا خلاص الرز استوى. وبعد كده هنشوف ايه اللي بعده. النشا والكريم شانتيه واللبن البودره هدوب كل يعني مثلا الكريم شانتيه 4 5 6 معالق في شويه لبن واحطه. النشا نفس النظام، الكريم شانتيه نفس النظام. حطيت 3 معالق لبن بودره وكيس كريم شانتيه اللي هو بيتجهز ده. ما حطيتش اللي هو بتاع الصبح اللي انا صورته لكم لانه كان فيه فانيليا كتير قوي فخفت يمرر. وحطيت عليهم شويه لبن وهفضل اقلب فيه.
وبعد كده هنزل عليهم باللبن. استنى ما اوريكم انا حطيت ايه فوق اللبن. اهو زي ما انتم شايفين حطيت الرز والسكر بس. لما يغلي شويه هحط بقى ايه اللبن البودره والكريم شانتيه، وبعدهم هحط النشا. خلاص بعد ما اللبن غلى حاطين الرز والرز استوى، حطيت بقى الرز وفوق اللبن. وبعدين دلوقتي بصوا انا هعمل ايه على 3 مراحل. وبعدين هحط السكر، وبعدين هحط 3 معالق او 4 معالق كريم شانتيه. بصوا هو عارفين الكيس الكريم شانتيه اللي بيشترى من السوبر ماركت، انا كنت جايباه سايب زي ما انا موريتكم في اول الفيديو، بس اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي في ايه فانيليا. ريحه الفانيليا فيه جامده قوي، فانا خفت بصراحه ان هو يمرر مننا لان قبل كده مرر مننا. فخلاص حطيت الرز واللبن، وبعد كده احط الاول اللبن البودره، وبعدين احط عليه شويه لبن، وبعد كده اقلبهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل الرز بلبن كريم شانتيه ولبن بودره، بحط فيه كريم شانتيه ولبن بودره. بصراحه انا ما كنتش بحط فيه كيس الكريم شانتيه اللي انتوا شايفينه ده. فانا هعمل على 3 مراحل، فكل مرحله احط كيس كريم شانتيه. هنا حماتي كانت بتدوق الكريم شانتيه عشان تشوفوا لا يمرر مننا، لان قبل كده حطينا كريم شانتيه من عند العطار وكده، فمرر الرز بلبن كله وكله يعتبر نصه اترمى زي ما انتوا شايفين كده. دوبنا الكريم شانتيه ودوبنا اللبن البودره في شويه لبن، وبعد كده هنحطهم فوق الرز واللبن والسكر. فكنا بناخد شويه لبن ونحطهم عشان ندوب الكريم شانتيه واللبن البودره. بصراحه بجد بجد اللهم بارك، اول مره نعمل رز بلبن ويطلع بالحلاوه دي. لا بصراحه تاني مره. اول مره عملناهوله في السبوع لما كان لسه مولود، وكان ربنا ما يكتبها على حد ابدا، كان في الحضانه وخرج، فعملنا السبوع متاخر، بس الحمد لله على كل شيء. فعملنا الرز بلبن بتاع السبوع. بصراحه كان اول مره في حياتي اكل رز بلبن طعمه حلو، وبرده حماتي اللي كانت عاملاه. انا ما كنتش بحب الرز بلبن، حبيته على ايد حماتي. فكان عاجبني قوي 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 بجد. ودي تاني مره. المره اللي في النص هو كان حلو، بس زي ما قلت لكم مرر معانا. هنا بقى كنا بنحط شويه نشا وحطينا عليهم شويه ميه ودوبناهم عشان نحطهم فوق الرز بلبن، اللي هي اول حله نعملها. فكان اللي هيمسك غير النشا، فحطينا نشا. وهنا حماتي كانت بتحط الفانيليا. وبس خلصنا اول حله. دلوقتي بقى بنصب زي ما انتوا شايفين كده. وتاني مرحله برضو هنعمل نفس النظام، وتالت مرحله برضو هنعمل نفس النظام. فاللهم بارك. عملت 150 طبق عليهم 15 كيلو لبن. دي اول مجموعه طلعت معانا. تاني مجموعة بقى غلينا اللبن وكنا بنغلي الرز علشان نعمل تاني مجموعة. وهنا زي ما بقول لكم بنحط شوية كريم شانتيه على شوية لبن بودرة، وندوبهم في شوية اللبن ده، فكنت مستنيه يبرد شوية. وبعدين بنحط النشا في شوية مية، وفي الاخر الفانيليا. نفس اول مرحلة. هنا خلاص اللبن غلى والرز استوى، حطيناهم فوق بعض، وحطينا السكر، وحطينا اللبن البودرة والكريم شانتيه اللي احنا دوبناهم في اللبن. بنفضل نقلب بقى شوية حلوين كده لحد ما يغلى والقوام يتقل سيكة مش كتير قوي، وبنرجع نصب. وبجد كان يوم جميل. وكنا بنعمل الرز بلبن بحب، لانه للغالي ابن حبيبي طبعا. فكنا مبسوطين قوي احنا بنعمله.
ربنا يدينا يا رب ويدي لكل الناس باذن الله باذن الله باذن الله. السنه الجايه في عيد ميلاده ربنا يديله طول العمر يا رب ويديني ويرزقنا ويرزق كل الناس يا رب. فباذن الله باذن الله عيد ميلاده السنه الجايه نعمل له حاجه حلوه برضو. فبفكر اعمل حاجه كده، فاكيد طبعا هصورها لكم. ودي تاني مرحله خلصت فصورناها برضو. لازم اوريكم كل حاجه، لازم انتوا اخواتي. فكنا هنا بنصب انا واخت جوزي ربنا يخليها ليا يا رب. تعبوا معايا بصراحه تعبوا معايا والله. ربنا يديمهم نعمه في حياتي يا رب ويطول في عمرهم واشوفها احلى عروسه. دي بقى المرحله الاخيره. هنا الرز استوى وكنا بنغلي اللبن، يعني دي اخر مرحله. والله العظيم بجد عايزه اشكر حماتي ست الكل على المجهود القمر اللي هي عملته معايا، ربنا يخليها لي يا رب. فزي الخطوه الاولانيه والخطوه التانية هنعمل برضو في الخطوه الثالثه. هنغلي اللبن والرز ده هيستوى وبعد كده نحط الرز فوق اللبن، وبعدين ندوب الكريم شانتيه واللبن البودره في شويه لبن، وبعدين اول ما نحط الرز فوق اللبن هنحط شويه سكر وندوق. لو محتاج سكر بنحط، مش محتاج سكر خلاص. فكنا السكر دوت ده على حسب ما انت بتحبيه مسكر قوي ولا مظبوط، فاحنا عملناه مظبوط فكنا بندوق كل شويه. هنحط دلوقتي بقى اللهم صل على النبي. خلاص حطينا الرز وحطينا السكر، هنحط بقى اللبن البودره والكريم شانتيه، وبعدين هنحط شويه نشا في شويه ميه وندوبهم وبعد كده نحطهم فوقها. وفي الاخر خالص الفانيليا، مش هنحط الفانيليا في الاول عشان ما تمرش وبس كده. خلاص هنا خلاص خلصنا. احنا بادئين من الساعه 10 مخلصين الساعه كام؟ 2:30. ايوه الساعه 2:30 دلوقتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عملت 150 طبق. ادي اول مجموعه وادي تاني مجموعة، يعني كده 150 طبق. اللهم بارك يا رب. افضل كل سنة اعمل له رز بلبن واعمل حاجات تانية وحاجات تالتة، ويا رب يا رب كده تكون خير. اقول لكم ان انا مبسوطه جدا 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 وحابه اشكر حماتي ربنا يا رب يطول في عمرها ويديمها نعمه في حياتي وتسلم ايدها. هي اللي عامله لي كل حاجه وهي اللي تعبت معايا وكانت واقفه في الحر. ربنا يا رب يخليها لي يا رب وما يحرمنيش منها ابدا. ما تنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وعايزاكم تكتبوا في الكومنتات اللهم بارك وبسم الله ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. خلاص هو برد. هشوف بقى ايه اللي برد اكتر واعينه في التلاجة. لازم يبرد تمام وبعد كده عينه في التلاجة، ما ينفعش عينه سخن خالص. فخلاص هقفله بقى وعينه في التلاجة. هشوف ايه اللي ينفع يتعمل في التلاجة عينه وايه اللي ما ينفعش مش عينه. تمام.